فتخيل يا جماعه انها سابت البيض وراحت وقفت جنبه وجات قاعد تشرح له تقول له شوف هذه الكاميرا. وقفوا يمكن تقريبا كذا زي 10 دقائق. ثاني مره ما ادري ايش قاعد يصير ما بينهم. حرفيا يا جماعه ما خلتني اقدر اسوي اي شيء داخل هذه البياضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم بخير دائما وين ما كنتم. فيديو جديد، وفي هذا الفيديو يا جماعة أنا شخصيا راح أسوي تجربة أنا مرة استمتعت وأنا قاعد أسويها، وأول مرة في حياتي تقريبا أسوي حاجة زي كذا. ببساطة جدا راح آخذ واحدة من الكاميرات الصغيرة حقتي وأحطها في داخل إحدى الأعشاش حقت الطيور، ونشوف كيف ردة فعلهم وإيش حيسووا مع هذا الجسم الغريب اللي دخل عندهم في العش، خصوصا عاد لو كان فيه بيض. هل راح يتقبلوا هذا الأمر أو لا؟ هذا كله راح نتكلم فيه عن هذا الفيديو، وإحنا قاعدين نشوف اللقطات اللي أخذناها عن طريق الكاميرا، أقدر أسمي كاميرا المراقبة تقريبا لأني قاعد أراقبهم، ومن داخل العش كمان. في راعي لهذا الفيديو، وكمان في سحب على هذا الفيديو بإذن الله جوال آيفون حديث، موديل حديث يعني، لواحد من الناس، وحتعرفوا التفاصيل آخر هذا الفيديو. وبخليكم مع هذا الإعلان وارجع لكم مرة ثانية. موقع بوبسي هو الراعي لهذا الفيديو، وعندهم عروض مرة رهيبة، وحقول لكم وصف سريع عن هذا الموقع. أول حاجة أول ما تخش على الرابط اللي موجود عندك تحت في الديسكربشن يفتح معاك هذا الموقع، تقدر تحط هنا من اللغة العربية مثلا. طبعا زي ما انتم شايفين هذا هو الموقع باللغة العربية، عندك ضمان لمدة 12 شهر، 30 يوم للإرجاع، وعندهم خصومات تصل ل 70%. طبعا هذا غير الكود اللي راح تلاقوه برضه تحت في الوصف. طبعا أول سؤال راح يجي بالك ليش الأجهزة عندهم سعرها رخيصة؟ لأنه هذه الأجهزة مجددة، ومو معنى أنها مجددة يعني ما عليها ضمان، زي ما قلت لكم عليها ضمان 12 شهر، غير الخصومات الرهيبة اللي موجودة. زي ما انتم شايفين هذا هو الموقع، وفيها كثير من تقييمات الناس اللي جربته، وانا شخصيا جربت هذا الموقع، وبصراحه مو علشان اعلان لكن خدمتهم كانت مره رهيبه. لو انت حبيت تشتري مثلا ايفون 11 بهذا السعر الرخيص، ممكن كمان تشتريها بالاقساط ببساطه جدا عن الطرق اللي موجوده عندك هنا. في عندك 19 تقييم على هذول الناس اللي اشتروا بالفعل هذا الجهاز. طبعا التوصيل يجيك هنا لحد عندك في السعوديه في اي مدينه، مثل ما قلت لكم خلال 3 إلى 5 أيام. وكذا يكون انتهينا. خلينا نرجع لموضوع هذا الفيديو. طيب يا جماعه مثل ما شفتوا الحين ما بطول عليكم كثير في الكلام، لكن زي ما انتم عارفين الطيور او الببغاوات لها تصرفات وسلوك احيانا يكون غريب واشياء مره عجيبه سبحان الله، وكل يوم انا قاعد اتعلم واشوف اشياء مره رهيبه وجديده في هذا العالم، علم الطيور اللي ما ينتهي سبحان الله، مهما وصلت فيه من علم برضه لا زال ولا شيء. خليني كذا نستعرض مع بعض اللقطات اللي صورتها كاميرا المراقبه حقتنا ونعلق عليها مع بعض. طبعا مبدئيا كذا انا حطيت هذه الكاميرا في اكثر من عش او في اكثر من قفص، وكان في كل مره احطه كان الطيور كانت تخاف من هذا الشيء المجسم الغريب اللي موجود. لو تلاحظوا كان في محاوله لدخول ببغاء بس انه برضه يخرج من العش لانه خايف بشكل سريع مره. وطبعا هنا محاوله ثانيه وقفص ثاني ان احط برضه الكاميرا، مع انه حجمها كان مره صغير بس برضو كانوا خايفين منها. شايفين الوميض الاحمر اللي كان موجود؟ اتوقع انه هذا الشيء اللي كان مخوفهم، علشان كذا انا حاولت اني اخفيه واخليه مو باين. حسيت انه ممكن يتطور الموضوع يبدا يخشوا كانه ما في اي شيء موجود، لكن للاسف بعد انتظار تقريبا حوالي 20 دقيقه برضو ما في فايده. وطبعا استمر هذا الشيء مع اكثر من نوع ومن قفص، لحد عاد ما لقيت صديقتي الرهيبه هذا الانثى اللي كانت اليفه بس طبعا اصبحت مره شرسه وقطعت اصابيعي. بالصدفه كذا لقيتها بايضه وقلت هذه فرصه مره حلوه اني اختبرها هي وزوجها. بعد ما حطيت لها الكاميرا تقريبا كذا ب3 دقائق دخلت العش وجالسه رايحه جايه خايفه على البيض، وفي نفس الوقت قاعد طالع في هذا الجسم الغريب، وجالسه قاعد تخبط وتطقطق في الكاميرا. كويس انه ما كسرتها منقارها، لانه بصراحه يا جماعه منقارها يعني قطع اصبعي، فما بالك بالكاميرا يعني او الجلد ايش كان سوت فيه. بس يا جماعه جلست قاعد طالع في الكاميرا يمكن تقريبا 5 دقائق. متخيلين انتم؟ ما تسوي اي حاجه غير انها تروح وتلف وتجي، ومستغربه ايش هذا الجسم الغريب اللي موجود. وطبعا في لحظه كذا لقيتها كانها طالعت على زوجها ورجعت مره ثانيه. طبعا زوجها كان واقف يتفرج عليها خايف يخش، كانه شايف شيء غريب برضه موجود. لكن لا زالت الانثى يا جماعه بامومتها خايفه على البيض وبتضحي بحياتها تقريبا مقابل انها تتعرف على هذا الشيء الغريب وتشوف ايش نهايه هذه الكاميرا. وتقريبا كذا يا جماعه وبعد 10 دقائق من اللفات اللي انتم شايفينها، طبعا مسرع الفيديو مره، اخيرا اقتنعت انه هنا في بيض لها ويلا احضن البيض. انا بصراحه كنت خايف مره انها تسيب البيض من هذه الحركه، لكن انا واثق في هذه الانثى. مثل ما انتم شايفين بدات تحضن البيض وتقعد عليه بطريقه سبحان الله فيها حكمه وفيها طريقه مره رهيبه في طريقه جلوسها على البيض والتحضين، وفي نفس الوقت قاعد طالع في زوجها وكانها قاعد تعطيه اوامر كذا بشكلها، يعني شيء غريب سبحان الله، سلوك جسدي. فاجاني في نص الفيديو هي جالسه قاعده تحضن البيض انها قاعده تتواصل مع الطيور اللي موجودين في نفس الغرفه، شيء غريب يعني. كانوا قاعدين يصفروا وصفرت معاهم كانها قاعد تكلمهم، سابت البيض ورجعت مره ثانيه تحضن. جماعه ايش هذا اللي صار؟ انا ماني عارف سبحان الله، يعني في حكمه من الموضوع هذا. هل معقوله تتواصل مع الاقفاص الثانيه؟ فهذا شيء جائز يعني بصراحه، يعني هذا الشيء اللي يثبت كلامي انه هي لو ترجع شويه حتلاقي لما صفروا الطيور الثانيه من نفس جنسها في نفس غرفه الانتاج او
المحميه هذه ردت عليهم وتفاعلت معاهم. وبصراحه يا جماعه هنا الموقف اللي صار موقف مره ضحكني وانا قاعد اشوف لقطه الاعاده. دخل زوجها وكان قاعد يتفرج على الكاميرا وكانها هي قاعد تشرح له ايش هذه الكاميرا. فتخيل يا جماعه انها سابت البيض وراحت وقفت جنبه وجات قاعد تشرح له تقول له شوف هذه الكاميرا. وقفوا يمكن تقريبا كذا زي 10 دقائق. ثاني مره ما ادري ايش قاعد يصير ما بينهم، لكن مستغربين هذا الجسم اللي موجود في الوسط او في زاويه العش. وبعد فتره يا جماعه كذا اقتنعت انه خلاص زوجها فهم الوضع وراحت. طبعا اللي شايفينه مغطي الفيديو هذا هو زوجها. راحت وكملت حضن ولا كانه صار اي شيء للبيض حقها. وبعد فتره تقريبا ربع ساعه طبعا من زوجها رايح جاي قاعد يلف حواليها، لكن اكتشفتوا يا جماعه انه ما يسوي اي حاجه غير انه تقريبا ياكلها بس، ما ينوب عنها في التحضين. طبعا اتكلم على ببغاء الروز. وبعد شويه كذا لقيتها قامت من البياضه ووقفت ثاني مره، عفوا قامت من تحضين البيض ووقفت ثاني مره جنب زوجها وجالسه قاعده تتفرج على الكاميرا. ماني عارف الكاميرا محيرتهم في الحياه، والله فعلا معاهم حق انهم يعني يحتاروا ايش الوضع اللي قاعد يصير في العش والكائن الغريب اللي موجود. وطبعا استمر هذا الحال فتره طويله مره، يمكن نص ساعه زي كذا جالسين رايحين جايين هم الاثنين نفس التصرفات اللي سووها قبل شوي. هنا عادي يا جماعه تمنيت لو اني انا خليت الكاميرا توضح اكثر شكلهم الاثنين هم موجودين. طيب لانه هذه اللقطه كان الذكر سبحان الله كان قاعد ياكل الانثى مثل ما قلت لكم تقريبا في بدايه الفيديو، انه هو يروح ياكل ويجي ياكلها في العش وهي تكمل باقي واجبها في التحضير. فصراحه للاسف المشهد هذا يعني ما هو كامل، جايب نص جسمهم بس. تمنيت لو كانت الكاميرا شوي جابتهم كلهم بشكل كامل كان حيطلع المشهد اجمل. لكن يا جماعه انتم عارفين هذا كله كوم، ولما جيت عشان ابغى اخذ الكاميرا من عندها كوم ثاني وصار في صراع مره رهيب بيني وبينها. حرفيا يا جماعه ما خلتني اقدر اسوي اي شيء داخل هذه البياضه. يعني انا من حسن حظي كويس اني قدرت احطها الكاميرا نفسها قدرت احطها جوه البياضه وهي كانت برا كان قاعد تاكل. فهذا الحمد لله انه ايش كانت حتصعب المهمه ان انا احط الكاميرا. بس عاد شوفوا كيف المواجهات اللي صارت بيني وبينها وانا احاول اني اشيل الكاميرا برا. تعلق فيني يا جماعه وعضت الجوال حقي وعضت جوالي وعضت يدي لحد عاد ما رحت جبت عصايه عشان بس اقدر ادف الكاميرا واطلعها برا. وكنت خايف مره على الكاميرا والله يا جماعه لو اقول لكم. بس هذا كله فداء للتجربه يعني حقتنا الرهيبه اللي سويناها. وعاد هنا مسرع الوقت انا شويه علشان تشوفوا قد ايش كان الموضوع مو سهل بالنسبه لي اني اطلع الكاميرا بصراحه. شوفوا عاد انتم ايش اللي كان قاعد يصير بالضبط مع هذه الانثى. وعلى فكره ترى هذه الانثى اليفه، كانت أليفة سابقا يعني، فما بالك عاد لو كانت أنثى شرسة وعندها بيض أو عندها فروخ ايش كانت سوت فينا. ولكن أخيرا الحمد لله خلصنا المهمة بنجاح. وجاء في بالي إن أنا أجرب نفس التجربة مع ببغاء من نوع ثاني، قلت يمكن يكون في فرق في المعاملة أو في السلوك. طبعا يا جماعة هنا أنا كنت مخبي الكاميرا بشكل أكبر من قبل كذا في إحدى الأعشاش حقت ببغاء الكويكر مثل ما هو واضح. بس لاحظت إن الببغاوات برضو شافت هذا الكاميرا، شافتها يمكن كان في وميض خفيف أنا ما كنت منتبه له، بس ما في أي شيء صار. أو حتى الكاميرا لما كنت حاططها ما كانت جايبة زاوية كويسة. يمكن هي نزل الببغاء واحد منهم الأنثى نزلت شوية طالعت في الكاميرا خبطت فيها كذا بشكل بسيط مو باين مرة في الكاميرا وطلعت مرة ثانية. بس هذا اللي صار بالنسبة لإحدى الأعشاشات الثانية. أحس إن أنا ودي أطور شوي الكاميرا وأخليها تكون أفضل في الرؤية الليليه، اجيب كاميرا متخصصه ويكون حجمها اصغر واصغر كمان، وممكن يصير نقدر نحطها في عش بهذه الطريقه. لو عجبتكم الفكره عاد حطوا لايكات كثير، خلينا نشوف الفكره عجبتكم او لا. وطبعا يا جماعه ما نسيت زي ما قلت لكم انه في هذا الفيديو حيكون في سحب مره رهيب ان شاء الله لواحد من الناس اللي حيحط تعليق تحت. كل اللي عليك بس انك تحط لايك لهذا الفيديو وتعلق اي تعليق تحت، وكمان لازم تكون مشترك معنا هنا في القناه وفي القناه الثانيه كمان، ححط لك الرابط تحت في الديسكربشن. وراح نعلن الفايز على صفحتي في انستغرام. اتمنى لكم الحظ السعيد ومبروك مقدما للي حيفوز. وانا كذا انتهيت بهالتجربه الرهيبه. قولوا لي رايكم تحت في التعليقات. شوفوا ان شاء الله فيديو جديد، لا تروحوا بعيد. فامان الله.